يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مكتوب لك. دايما بنمسك الروايات نقراها ننبهر بالشخصيات ونقفل الكتاب واحنا فاكرين ان الكاتب ده عايش في عالم مثالي مع أبطاله. بس النهاردة أنا مش جاي أرشح لكم رواية، أنا جاي أحكي لكم عن جريمة قتل متكاملة الأركان حصلت في كواليس الأدب. الجريمة دي حصلت بالورقة والقلم والضحية هو بطل الرواية نفسه. عمركم تخيلتوا ان الكاتب ممكن يكره البطل بتاعه لدرجة انه يموته؟ يعني عندك شخصية بتجيبلك فلوس وشهرة ومجد تقوم تقرر تخلص عليها؟ ده بالظبط اللي حصل بين الكاتب آرثر كونان دويل وأعظم محقق في التاريخ شيرلوك هولمز. الحكاية اللي بيحكيها سانتياغو بوستيجيو في كتابه خلتني مذهولة بصراحة. آرثر كان حرفيا جايب آخره، كان حاسس إن هولمز ده عامل زي الكابوس اللي بياكل موهبته ووقته. كان شايف نفسه كاتب روايات تاريخية مهم، بس الناس مش عايزة منه غير هولمز، فقرر في ليلة هادية جدا إنه ينهي المهزلة دي. تخيلوا معايا المشهد ده، كاتب قاعد على مكتبه بيجهز أسلحته اللي هما ورق أبيض وحبر أسود ويخطط لجريمة ولا أذكى مجرم في العالم. استدرج هولمز لشلالة ريتشنباخ في ألمانيا، وعشان يبعد الشبهة عن نفسه لبس الليلة للشرير الأعظم في القصة موريارتي، وبجرة قلم خلى هولمز وموريارتي يتصارعوا ويقعوا هما الاتنين في الهواء. قفل الورقة وكتب، وهكذا انتهى كل شيء. المستفز بقى بالنسبة لي في القصة دي إن آرثر بعد ما خلص جريمة القتل قام صب لنفسه كاس ونام مرتاح جدا ولا حس بأي ذنب. بالعكس، ده نام وهو حاسس إنه أخيرا اتحرر من السجن اللي اسمه شيرلوك هولمز، وإنه أخيرا هيفضل أفكاره التانية. بس اللي آرثر ما كانش عامل حسابه أبدا هو الجمهور. تاني يوم لندن صحيت على كارثة. متخيلين إن الناس نزلت الشوارع رابطين على دراعهم شارات حرير سودا بيعزوا بعض وحداد على موت شخصية خيالية؟ The Strand Magazine اللي هي المجلة اللي كانت بتنشر القصص جالها آلاف الرسايل و20,000 شخص لغوا اشتراكاتهم. صندوق بريد دويل نفسه انفجر، رسايل عتاب، شتايم، تهديد برضو. الناس كانت بتعامله كأنه قاتل حقيقي، ولحد ما في يوم الباب خبط، دخل عليه واحد من القراء وبكل هدوء وقوة قاله في وشه: ايه اللي انت عملته ده يا آرثر؟ شيرلوك هولمز لازم يرجع، لازم يخرج سليم من الهاوية دي. آرثر حاول يكابر، قاله بحدة: أنا سئمت، أنا مستنزف. بس الراجل شاورله على كوم الرسايل المتبهدلة على الترابيزة وقاله: بس احنا وصلنا آلاف الرسايل غير دول، والناس محتشدة برا بيتك، هولمز لازم يعيش. الصدمة هنا بقى إن الكاتب اضطر يرفع الراية البيضاء قدام بطل روايته. دويل مقدرش يستحمل الضغط ده، حتى والدته قطعته وزعلت منه جدا، واضطر في النهاية إنه يستسلم ويرجع هولمز للحياة، وتحجج إنه استخدم فنون القتال عشان ينجو من الواقعة دي واستخبى الفترة دي كلها. القصة دي بتخلينا نسأل نفسنا سؤال مرعب شوية: هل الكاتب هو اللي بيتحكم في شخصياته ولا الشخصيات اللي بتفرض سيطرتها عليه؟ وعلينا احنا كمان كقراء. بالمناسبة أنا شخصيا من أشد المعجبين بشيرلوك هولمز من وأنا عندي 10 سنين، وكبرت على سحر حكايته، فلو حابين تعرفوا أكتر عن قصصه ونعمل لها حلقات مخصوصة قولولي في الكومنتس. دي كانت مجرد حكاية واحدة من الليلة التي قرأ فيها فرانكنشتاين دون كيخوته. لو عجبكم ستايل حواديت كواليس الأدب المظلمة دي ممكن نعملها سيريز كاملة. مستنيين رأيكم عشان نكمل باقي السيريز. شكرا ليكم ونتقابل الحلقة الجاية مع مكتوب لك.